مشاهدينا الكرام، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم ذكرياتي. ضيفنا النهاردة ضيف متميز جدا، يمكن اشتهر أكتر في الوقت الأخير بدور الأب الحنين قوي المعطاء، لكن تاريخه الفني طويل جدا ما شاء الله عليه. يعني أبدع وكان دايما بيدي مش بس للسينما لكن كمان للمسرح وللتلفزيون. التلفزيون اللي بدأ معاه يمكن من بداياته من سنة 60، ابتدى كيمكن مساعد مخرج ومدير استوديو، ثم كمان كمذيع. التحق أو أحب التمثيل منذ نعومة أظافره، حتى أنه أول مسرحية اشترك فيها كان وعمره 4 سنين. هنعرف أكتر عن فناننا ومن فناننا الجميل اللي بينورنا النهارده، الفنان الرائع القدير رشوان توفيق. بنرحب بيك يا فندم جدا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. عايزه ابتدي من البدايه خالص ومرحله معهد الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحيه عفوا، ويعني كلمنا على البدايات، بدات ازاي؟ وموضوع انك بدات التمثيل وعندك 4 سنين دي برضه انا عايزه اتوقف عندها في البدايه. يا فوق ال4 سنين يعني. انا شوفي، التمثيل ده جه بقدريه. اولا بس اللي قبليها ان بابا الله يرحمه كان بيحب الفن قوي، وكان صاحب محمود المليجي، وكانوا بيسهروا في عماد الدين وهم شباب وحاجات من هذا القبيل، واليد الانصاب جلال، يعني كان بيحب الفن بشكل رائع. وبعدين جه اتجوز واحده سيده ليل ونهار تصلي وتقوم الليل وحاجات من هذا القبيل، اللي هي والدة حضرتك. والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. دي قومت ليل وتنام الساعه 8 وتصحى الساعه 12، تفضل تصلي لغايه ما الفجر يدن عليها. ولذلك مراتي تقول انت بقيت امك بالظبط. الحقيقه حضرتك جمعت بين الاثنين، بين الناحيه الفنيه من الاب والتدين من الام. خدت بابا وخدت بابا. صحيح. الوالده حتى هي كمان بالنسبه لها عمرها ما راحت سينما ولا بلاج ولا تصيف. فاحنا ما فيش الا بقى انا بابا بقى اللي بيحب التمثيل الله يرحمه ويحب الفن وحاجات من هذا القبيل. واخويا كمان اللي اصغر مني الله يرحمه ما كانش غاوي سينما ولا بتاع ولا حاجات من دي. حضرتك والوالد يعني. ويلعب انا وبابا بس اللي نطلع نصيف مع بعض، احنا الاثنين بس. ونروح سينمات انا وهو مع بعض. وذلك انا وقت وانا بعد ما بقيت شاب يعني اما اشوف غنوه عبد الحليم حافظ دي اللي بيغنيها هو في القارب، على طول ارجع افتكر بابا واحنا بنتفرج على الفيلم ده في السينما. يعني من كتر هو ما كان بيحب الفن. شاءت الظروف بقى ان استاذ الرسم في الابتدائي اسمه يحيى العدوي، ده كان استاذ رسم عندنا وكان من عشاق التمثيل. يحيى العدوي نقاني عشان امثل معه. اول دور مثلته كان دور سيدنا عمر بن الخطاب، اللي هو بيجيب اللي عند الست اللي بتاخد الحصى بالليل دي، ما كان بيتجسس بالليل. وحتى رحمه الله عليه حسين الشربيني اكتشفت واحنا ممثلين كبار ان هو كان عامل طفل اللي بيقول جوعان يا ام في نفس المسرحيه. في نفس المسرحيه ما شاء الله. قلت له لا يا حسين، هو انت كنت اللي عامل جوعان يعني. ده واضح انه مدرس الرسم ده يعني كان عنده رؤيه او بعد نظر انه يشوف مين الفنانين الحقيقيين. هو ممثل كان. ودخل مع التمثيل وما كملش. اما جيت خدت الابتدائيه بقى رحت المبتدئ الثانوي. المبتدئ الثانوي هو كمان اتنقل من ابتدائي راح ثانوي. وانا بقى ابتديت اعشق من كتر كل اسبوع لازم اروح سينما. ابتديت اعشق السينما والتمثيل مع يحيى العدوي بقى. وكان مره جالنا الاستاذ محمد علوان رحمه الله عليه، وعملت معاه مجنون ليلى في المدرسه. ده في المدرسه بقى. المخرج الاذاعي الكبير. وكان ممثل عظيم على فكره، وان كان تفرغ للاخراج الاذاعي بعد كده وبقى ملك مخرج الاذاعه محمد علوان، الا ان هو كان ممثل حلو قوي 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 كممثل يعني. المهم التمثيل ده كان يعني من الحب فيه كان. ورغم حضرتك محبتك الغير عاديه للفن وللتمثيل وللسينما زي ما بتقول، لكنك اخترت انك تخش الحقوق. ما هو دخلنا بقى الحقوق، ومع ما اصل مع التمثيل ما كانش له مستقبل. يعني كنا بنخرج
كنا بنخرج معهد العالي في المسرحيه ما فيش وظائف. يعني افتكر انا لما دخلت معهد العالي في المسرحيه سنه 55، سنه 56 المسرح القومي اما كان بياخد، كان بيعمل امتحان لدخول الممثلين، فخد 2، خد عبد الله غيث رحمه الله عليه والضفراوي رحمه الله عليه، وما خدش ممثلين تاني. من 56 لسنه 1960 ما خدش غير حسن يوسف وعبد الرحمن ابو زهره ومحمود الحديني وعبد السلام محمد. 4. طب خريج المعهد يروحوا فين بقى؟ صحيح. ما فيش. جينا عبد الرحمن ابو زهره بقى، ده كان فايت عليا، واحنا في سنه اولى في المعهد ما كانش فيه لا فكره تلفزيون ولا في حاجه خالص. فعبد الرحمن ابو زهره فكر نعمل فرقه واحنا في سنه اولى، نعمل فرقه وكل واحد منا يدفع 25 قرش كل شهر، عبال ما نخلص ال4 سنين يبقى معانا مبلغ 200 جنيه 250 جنيه ونأجر مسرح ونعمل زي المسرح الحر ما عمل. يعني المسرح الحر كمال ياسين وعمنا مدبولي وزكريا سليمان وصلاح منصور عملوا مسرح حر من بطاقاتهم هم وسعد اردش. دول عملوا المسرح الحر قصاد المسرح القومي، ما ياخدوش اجور ويمثلوا ببلاش. وهم اللي اكتشفوا الدكتور اشرف رشدي في اول مسرح عملوه. المهم عبد الرحمن عملنا الفرقه دي وكانت مجموعه برضو كويسه، يعني كان عبد الرحمن ابو زهره وعزت العلايلي وانا وحسن يوسف وزين عشماوي الله يرحمه، مش مين كمان مش فاكر المجموعه، هم كنا حوالي 11 او 12 واحد. كل ده املين اما نتخرج لان ما فيش امل ان نعمل فرقه مسرحيه اسوه بالمسرح الحر، ودي كان فكره عبد الرحمن ابو زهره. جينا بقى في وتمت ولا ما تمتش؟ لا عملنا بقى فرقه وانور رستم الدكتور انور رستم كمان، شوف الواحد بيفتكر. عملنا الفرقه دي وكنا بنمثل في اجرتوا مسرح؟ اجرنا مسرح واحنا هو بقى يعني ببلاش، يعني حتى الجمهور ببلاش يعني عشان نمثل ماشي، واحنا طلبه في المعهد لسه يعني. واستمر موضوع ال 25 قرش ده معاك 25 قرش لغايه ما نحوش قرشين بقى. وكان كمان في عادل بدر الدين والاستاذ عصمت خليل الله يرحمه. يعني كنا المجموعه دي عملنا وندفع كل شهر 25 قرش. وقدمتوا مسرحيات؟ عملنا مسرحيه واحده كان تاليف عصمت خليل، جت بقى سنه 60 فركشت المسائل بقى. يعني حسن يوسف خدوا القومي وعبد الرحمن ابو زهره راح القومي. وحضرتك اشتغلت في التلفزيون؟ نعم. وحضرتك اشتغلت في التلفزيون؟ لا ده التلفزيون ده بقى جه بعديها بقى. بعديها كان يعني اتفركشت لان هم دخلوا قبل سنه 60. جه بقى ربنا كرمنا، دول احنا جيل مسعد ان احنا كنا جيل التلفزيون. حضرتك كنت مع بدايه التلفزيون ويوم افتتاح التلفزيون كنت موجود، اللي هو 23 يوليو سنه 1960. ايوه كلمني على اليوم ده. انا كنت قدمت في التلفزيون، وكان احمد توفيق رحمه الله عليه الممثل والمخرج الكبير، يعني ده كان عبقري من عباقرة مصر يعني. احمد توفيق كمخرج وكممثل يعني دفعتنا. اما رحت له قال لي تعالى وبتاع، كان سابقنا بقى احمد توفيق واحمد طنطاوي، هما دول كانوا سابقنا. قلت له عزت العلايلي، قال روح هات عزت العلايلي. رحت جبت عزت العلايلي، حتى رحت بقى لعزت الصبح يوم 23، قال لي اوعى تستلم الا 24 عشان اكون معاك. نستلم انا هو في يوم واحد يعني. وبعدين احمد توفيق جاب المخرج الله يرحمه منير التوني اللي مات من حوالي شهر او شهرين كده ده. فبقينا 5 تنفار. احنا بقى اللي شلنا التلفزيون المرحله الفتره الاولى كلها. الخمس حضرتك بدأت في التلفزيون كمدير استوديو. يوم بقى 23 يوليو كان الافتتاح، وطبعا مصر كانت محبوله اما شافت الصبح استعراض القوات المسلحه والرئيس عبد الناصر حاجه بقى. وكان موجود وزير اعلام الدكتور حاتم، وانا بسمي الدكتور حاتم وش الخير. يعني حيثما يوجد خير. المهم بقى انا رحت بالليل طبعا بتفرج، لان احمد توفيق كان هو اللي ماسك التصوير. وكان اول برنامج بيخرج كان اسمه صندوق الدنيا، وكان بيخرجه الدكتور محمود الشريف الاستاذ في معهد السينما بعد كده. كان واخد دكتوراه من امريكا. ده اول برنامج اسمه صندوق الدنيا. فانا كنت طبعا مشاهد،
كده. وكان احمد توفيق هو اللي ماسك الايه. واحمد توفيق على فكره هو كشخصيه قياديه ما بيشوفش حد كبير قدامه، يعني مع تعامله مع الكبار. يعني انا مثلا اشوف حسن بن حلمي مثلا يعني يوسع السكه، هو يحط ايده في كتف تحت دراعه كده ويمشي كانهم يعني اصحاب، كانهم اصحاب. فاحنا نبقى انا وعزت الحناني بشيله وراه بنتفرج عليه وهو ماسك حسن بيه من دراعه كده. فاحمد ده هو بقى اللي كان ايه ريسنا بالشكل ده. وحضرتك اشتغلت في برنامج من الجاني مع المخرج الكبير كمال ابو العيله. ايوه كمساعد مخرج. كلمنا عن الموضوع ده. هو بقى احمد توفيق ساب الاستاذ كمال وقال لي اشتغل انت مع كمال ابو العيله. الحقيقه الاستاذ كمال ابو العيله من اكبر رجال المونتاج في مصر يعني، ومفيش فيلم مفيش كمال ابو العيله عليه. يعني هو بقى كان انسان جميل. بالاضافه ان احنا يعني الحمد لله كان جيل سمعته جميله. فانا ساب لي البرنامج، بقيت بتخرج انت انا اللي بعمل الديكور اه وانا اللي بجيب الممثلين، مسؤول عن كل حاجه، مسؤول عن كل ما فيش حاجه. هو بيجي بعبقريته كمونتير، هو مش فاضي. يجي بقى تك 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 ايده نروح نخلص الحلقه. انا زي ما انا عامل هو بيمشي وراها، زي ما انا عامل له الميزانسين وعامل. وهنا اكتشفت سيسي مصطفى ممثله، وكان سمير صبري كل زمان. وحتى زمايلنا يعني انا صحيح انا ما بمثلش، انما في مرحله جايه هقول لك انا عملت ايه. فبقيت اجيب زمايلي يمثلوا. مفيش سكه لانه مفيش مسرح ولا كله حاجة. نفسه يمثل وجواكوا طاقه فنيه عايزه تطلع. صحيح. انما كنت بقى بجيب بقى زمايلنا. حتى بعد كده بعد فتره كمال ابو العيله كان كمال ابو العيله مش فاضي، فكان ليفوني انا بقى اخرج من الجانب بعديه. عملته انا قعدت اشتغل فيه مده طويله. بقى في الفتره دي بقى انا امنيتي اطلع على الشاشه. فحصل امتحان مذيعين، فقدمت كمذيع. قدمت اهو. بس بقى الامتحان كان امتحان، لان عبد الحميد بيونس بنفسه. وعبد الحميد بيونس رحمه الله عليه اللي هو كان رئيس الاذاعه وبعدين جه رئيس التلفزيون، كان شخصيه مهذبه جدا 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 ومثقفه جدا 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 ومتواضعه الى اكثر درجات التواضع، لدرجه ان انا مره شفته لما قالوا كل الموظفين يجي يعملوا البطاقه عشان يخش، ما حدش يخش مبنى التلفزيون الا بالبطاقه. فانا كنت واقف بالصدفه وعبد الحميد بيه جاي بنفسه، راح مطلع البطاقه بتاعته وكان رفيع قوي، طلع البتاع والريال بتاع الامن. طب ما الناس عارفه ان ده عبد الحميد بيه يونس. تواضع بساطه. فدخلت الامتحان كان هو اللجنه، هو لوحده. هو اللجنه ما فيش حد كان معاه خالص. فامتحنت. رجعت انا من ضمن اللي نجحوا كان محمد رجائي وحسن احمد حسن. يعني بنت حضرتك بقى الزميله هبه رشوان ده في الدم الموضوع تقديم البرامج. ده انا لو كان عارف اللي كان ظروف سعاده كنت جبت لك الجمهوريه وهي في الاعداديه. بيقول لها تتمني تبقي ايه؟ قالت لهم اكون يعني هي صالحه وفاضله. قالت اتمنى اكون خريجه ادب انجليزي ده في الاعداديه ومذيعه. والحمد لله ربنا حقق لها الاثنين الرغبتين اللي هي بتتمناهم. واشتغلت كمذيع. لا المذيع بقى اشتغلته ازاي؟ كان اول من قدم برامج الشباب في مصر الراحله الكبيره اماني ناشد. وكان زمان البرامج العاديه دي ما كانوش يكتبوا اخراج عليها، كان يكتب تنفيذ فقط. ما فيش كده مخرج على اي برنامج عادي، بيكتب تنفيذ بس. كان مين بقى المنفذ بقى مع اماني ناشد؟ المخرج الكبير حسين كمال. ما كانش اخرج نهائي بس هو كان عبقري. فما اعرفش ايه سبب ان اماني ناشد سابت البرنامج وحاجه زي كده. كنت انا بقى باخد دورات تدريبيه مع مين؟ مع صلاح زكي ومدام همت رحمه الله عليها ومدام سميره الكيلاني. مذيعات بقى فطاحل تقال قوي قوي، ثقافه قوي. سميره الكيلاني كمان كان شخصيه. فمدام سميره وفيش وجدي الشناوي، لا مش وجدي الشناوي، وجيه الشناوي رحمه الله عليه برضه من المجموعه اللي نجحت دي يعني. وائل عبد المجيد الله يرحمه. المهم لقيت مدام سميره مكلفاني اعمل برامج الشباب.
قدمت برامج الشباب بقى مع حسين كمال. فضلت اقدمها مده. في الوقت ده برضه انا قلت يمكن لما حد يشوفني على الشاشه زي ما بيعملوا دلوقتي مذيع يخليه يمثل. برضه ما زال التمثيل هو الهدف الاول. هو الهدف الاول التمثيل. يعني تقديم البرامج محل التمثيل. لا انا قلت يمكن لما يشوفني حد يخليني امثل. وكنت بقى رفيع قوي ويعني فتنس شاب صغير يعني. انما برضه ما حدش هناك بقى. كان في تقاليد ان لازم الواحد يتشاف على خشبه المسرح. عشان مفيش مخرج يجيب واحد كده شايفه كده اللي يوسف شاهين ما عمل مع عمر الشريف. انما كده لازم يبقى زي تجدي حي شاهين كلهم مثلوا مسرح. كلهم جماعه انور وجدي كله حسين صدقي كلهم مثلوا مسرح. مفيش حد ما مثلش مسرح. وعشان كده جت فكره مسرح التلفزيون. جت مسرح التلفزيون من احمد توفيق بقى. احمد توفيق قال نعمل فرقه بينا احنا خريجي معهد العالي في المسرحيه اللي بنشتغل مساعدين اخراج. واجتمعنا كان التلفزيون كله كان مجتمع فين؟ في المنطقه بتاعتكم بتاعت الصراحات المذيعين واستوديو 7 واستوديو 9 الدور الثاني واواتير خشب في الدور الثاني من مدير عام البرامج حسن بيه رحمه الله عليه الى الشبان امثالنا يعني اللي موجودين هنا. ولذلك كان العلاقه بيننا وطيده. يعني مدام همت مدام سميره مدام صالح زكي يعني كلنا مع بعض. يعني الصبح ما بنروحش الا بالليل الساعه 1 او 2 الساعه 9 نكون موجودين ما نروحش. فقدمت برامج. جه احمد توفيق بقى اقترح نعمل فرقه اول فرقه لمسرح التلفزيون لينا في الداخل. مش مسرح التلفزيون في الخارج. لا ان احنا نمثل مسرحيات. واجتمعنا حوالي 15 واحد وكان معانا الراحل الكبير ابراهيم الصحن. وكتب المذكره المخرج الكبير فايز ماين الله يرحمه. واترفعت للدكتور حاتم. عجبتهم الفكره بقى. كان احمد توفيق اللي هيمسك مسرح التلفزيون ده. فجابوا الاستاذ سيد بدير. عبقري. لا شخصيه بقى ما بينامش. ده ما كانش ينام ابدا. ده ينام كده وكده خلاص. ونام خلاص يعني وقع كده ينام. وشخصيه. وكان مع حضرتك مجموعه انا عرفت يمكن الاسماء شويه من حضرتك قبل التصوير. كان معاك مجموعه رائعه جدا. عملنا بقى 3 فرق. عملنا امتحان عمل 3 فرق. الفرقه الاولانيه شوفي كميه الممثلين اللي انا قلت لك بعضهم. حضرتك قلت لي عزت العلايلي صلاح ابيل ابو بكر عزت حمزي احمد يوسف شعبان يعني كلهم. وحسن مصطفى. اسامي طبعا مع حفظ الالقاب كلهم فطاحل كبار. حسن مصطفى كمان. وبوسينة حسن مرات حسن دي. بوسينة حسن دي كانت اولى دفعتها في المعهد. على فكره بس معتزله ومبطله بقى زمان يعني. وبدأنا اول مسرحيه بقى شيء في صدري. شيء في صدري دي كان في عبقريه السيد بدير بقى انه ما اعتمدش علينا احنا اساسا عشان الناس تيجي. لا لسه شباب صغير اساميكم مش معروفه. مين هيجي دول؟ مين عرفنا يعني. فعمل اول مسرحيه يشاء في صدري. كان اخراج الراحل الكبير نور الدمرداش. وجاب بقى استاذنا حمدي غيث ومدام نعيمه وصفي وزيزي البدراوي و انور الزمري وصلاح منصور. شوفي واحنا بقى الشبان بقى خدنا كان في مشهد في المسرحيه دي بقى اساسي. مشهد عمال القصير دي جماعه حمد احمد وانا وعزت ده اللي كان يمثل مسرح. وبقيه الادوار بقى كان صلاح ابيل عامل ضابط الثوره اللي بيجي يقبض على الباشا في الاخر. بكر عزت عامل ضابط شرطه. وكان يوسف كمان سابهم ومشي بعد كده. وبدات سكه التمثيل بقى في وكانت البدايه مع المخرج نور الدمرداش. العمل مع مخرج كبير زي نور الدمرداش كان عامل ازاي في بدايه حياتك؟ هو نور الدمرداش بقى اساسا هو ممثل جيد جدا على فكره. يعني هو كممثل جيد جدا. وبعدين هو كان عنده خفه الظل في الكوميديا. ما عندكيش فكره. هي عائله الدمرداش الحقيقه كلها دمها خفيف. على فكره معتز انا قابلته في مهرجان التلفزيون العربي. فقلت له على فكره يا معتز وانت بتتخانق في مناقشات انا بضحك. قال لي ما انت حافظه. انا عارف ان ايه الاستاذ نور الله يرحمه كان ايه يعمل كان هي العيله كلها الحقيقه دمها خفيف. وبعدين يروح ضاحك. صحيح. ازاي بيتخانق مثلا؟ فانا اقول له بشوف بابا بيعمل كان ايه وانت بتعمل فوله من ابوه
يعني كربونه من الاستاذ نور، وهو تمثيل برضو كمان على فكره. صحيح. امتدت الاعمال، كلمنا اكتر عن الاعمال اللي قدمتوها على خشبه مسرح التلفزيون. مسرح التلفزيون احنا عملنا اول مسرحيه شيء في صدري. وبعدين الشتاء جه، راح الاستاذ سيد بدير خلاهم 7 فرق، 4 فرق تانيين. لان هم بقى كانوا بيعملوا ايه؟ بتعملي المسرحيه 15 يوم، تتعرض 15 يوم تتعرض على شاشه التلفزيون. بس نجاح المسرحيات ابتدينا نعرض في اسكندريه، وسيد بدير ابتدى يروح الاقاليم كمان. كبر المشروع اكتر، كبر المشروع بقى 7 فرق. المرحله الثانيه بقى دخل فيها عادل امام وصلاح السعدني. يعني اقول لك من الاسامي اللي انا اذكرها، لان عادل امام دخل معانا في اول مسرحيه في حياته دي. كان بتدل على عبقريه الممثل. يعني هو كان بيعمل ثوره قريه حسين كمال. حسين كمال كان المخرج بتاع ثوره قريه، وكان تاليف عزت العلايلي لقصه الاستاذ محمد تبعي اللي عداها للمسرح عزت العلايلي. وكان بطوله صلاح عبيل وانا وجنوا قدمتوا اعمال كبيره ومختلفه ومع مجموعه كبيره من الفنانين. وعملنا مسرح عالمي بعد كده. السيد بدير بقى راح مقسمه بعد كده بقى في مسرح الكوميدي والمسرح الحديث والمسرح العالمي كمان. سيد حمدي غيث مسك المسرح العالمي. وعملنا بقى عمل مسرحيات كبيره. وحمدي غيث عمل عطيل وعمل حاجات كتيره.